طيب كلكم شفتوا موضوع الكلب الهاسكي اللي دكتور قتله بالطريقة البشعة دي، نفذ فيه إعدام في ميدان عام. أنا مبدئيا ضد الناس اللي بتهاجم الأهالي اللي ضربوا الكلب، وبتهاجم الناس إن هم اتعاملوا بالشكل ده مع الكلب وهو بيعض، لأن ده ضد المنطق. ده كلب مش بلدي، ده كلب هاسكي كلب متربي في بيت، ايا كان مين اصحابه هم المسؤولين عن كل اللي حصل ده. احنا طبيعي عندنا شفنا كلب بيعض اطفال، بيعض حيوانات، فرد فعل بتاع العامة، الناس الطبيعية. عشان كده بقول الناس لا تلام. ليه؟ هو ده المنطق او ده المستوى الفكري اللي واصلين له للأسف معظم الناس في مصر. لسه ما عندناش ثقافة ان في شركة مثلا هنكلمهم، او الحكومة موفرة الخدمة دي، انك لما تقابل حيوان ضار، حيوان بيظهر سلوك عدائي، تتصل على الرقم ده هيجيلك ناس هي عارفة تتعامل مع الحالة دي، سواء كلب سواء ثعلب سواء ديب، ايا كان كائن بيضر انسان، بيسبب ضرر، عنده سلوك عدائي، في طريقة معينة للتخلص من ده. الثقافة دي لسه ما انتشرتش، وده عائق علينا، يعني ده شيء على عاتقنا. يعني احنا كمدربين وكمربين وكناس ليها علم في الكلام ده المفروض ننشر الوعي ده. الملام هنا الأول أصحاب الكلب. علشان كده المفروض مع الرخصة اللي بقت إلزامية دلوقتي، أي حد بيربي كلب لازم يعمل له رخصة، لازم يكون مع الرخصة دي حاجة اسمها مايكرو تشيب، شريحة إلكترونية بتتحقن في رقبة الكلب بتفضل معاه مدى الحياة. أنا دلوقتي شخص غير سوي نفسيا، شخص غير مسؤول، كلبي بقى مؤذي، عنده سلوك عدائي، رحت فاتح الباب ومسيبه في الشارع، يروح بقى يأذي ما يتأذيش، وأنا فاكر بعقلي المتخلف إن أنا كده بحل المشكلة، مش بعمل مصيبة كبيرة. ممكن لا قدر الله طفل كان من اللي تعض دول كان توفى، زي ما بيحصل برضو كتير. الموضوع هنا، طب انا اعرف منين الكلب ده اصحابه مين؟ الا لو في مايكرو تشيب في رقبته. المايكرو تشيب دي بسكان، بجهاز ريدر بيتقري، بعرف فيه، لان الداتا دي المفروض انها تبقى متسجله عند الحكومه مع الرخصه، ان اصحاب الكلب ده فلان وفلان، او فلان الفلاني ده صاحب الكلب. يبقى هنا هقدر احاسبه. لما يكون السيستم ده موجود، اللي هو موجود من عشرات السنين بره، يبقى كل واحد هيبقى مسؤول قبل ما يجيب كلب، هيبقى عارف انه الكلب ده زي ابنه، لو غلط راح هنا عمل حاجة ما عملش حاجة هيحاسب على الكلام ده. يبقى اول ناس ملامين على الموضوع ده اصحاب الكلب، هم اصحاب الذنب كامل، هم السبب. سواء الكلب ده سلوكه عدائي، والكلب على فكرة 90% مش مسعور، يعني هو الكلب ده عنده سلوك عدائي، وده بسبب اصحابه اللي احنا بنعيده وبنزيده وبنحكي وبنقول يا جدعان، اللي يربي كلب يعرف يربي، يا بلاش تربي، ما تشتريش. الكلب مش لعبة، ما تجيبش كلب لعيالك وعين يزهقوا منه يسرحوه. هي دي المشكلة. تاني واحد يلام في الموضوع لانه المفترض عنده علم هو الدكتور. حتى لو انت شفت ان الكلب ده مريض او سلوكيا عدائي لدرجة ان هو يستحق انك تاخد معاه القرار ده، ما ينفعش في وسط الناس كده في وسط العامة، وانشر الثقافة دي عند الاطفال وعند الناس وعند اللي صور واللي ما صورش واللي اتفرج واللي ما اتفرجش. اتعاملوا بدينكم. يعني انا مش هقول لك اتعامل بعلم، اتعامل بمنطق، اتعامل بأدب، اتعامل بدينك يا سيدي. ربنا امرك بايه؟ فطرتنا احنا كبشر الحلال بين والحرام بين. احنا بنعمل كده ليه؟ ليه بنظهر بالصورة السيئة دي قدام العالم كله؟ ليه؟ احنا مش كده. انت لو لقيت بني ادم محتاج مساعدة بتجري تساعده، لو لقيت واحد عايز يعدي الطريق بتجري تساعده. ده زي ده، ده زي ده. انا ضد الناس اللي هاجمت الاهالي واللي بتدافع عن الكلب باستماتة. دايما كان بيحصل مشاكل كلاب بلدي، بنقول اهي دي كلاب كونت ثقافات في الشارع، عندها خلفية عن التعاملات، عارفة ايه صح ايه غلط،
شافت اذى من ناس معينه، فممكن يكون ده محرك لسلوكها العدائي لما بتعمله في حين معين. اما ده كلب بيت، ده كلب بيت كل المسؤوليه بتقع على اصحابه، بس اللي احنا مش هنعرف نوصل لهم غير لو صدفه. يا جماعه لو سمحتوا، يعني عايزين ننشر الثقافه بتاعت لازم يبقى فيه مايكرو تشيب في رقبه كل كلب، وهي حاجه مش غاليه على فكره، يعني بنفس قيمه التطعيم تقريبا اذا ما كانتش ارخص. حاجه الزاميه، يا ريت الدوله تعملها الزاما زي ما عملت الترخيص الدكتور البيطري، علشان يدي. انا دلوقتي عندي مشكله وجبت لك كلب معايا وجبت لك رخصته وشهاده تطعيماته، في ايه يثبت ان الكلب ده، ايه هو اللي يثبت ان الكلب ده هو اللي اسمه في الدفتر؟ الصوره، صوره ايه؟ صوره ايه اللي بنحطها في الدفتر؟ صوره ايه؟ ما 90% من الكلاب الجيرمان شبه بعض، الكلاب الهاسكي شبه بعض 95%. وبعدين الصوره بتبقى في عمر معين والكلب بيكبر فشكله بيتغير. فانا ممكن اضحك عليك، انا كلبي ما طعمتوش، اجيب لك اي شهاده تخص كلب تاني واقول لك اهو فيها نفس النوع وفيها كل حاجه. المايكرو تشيب هي اللي بتحل الموضوع. يا جماعه خلوا بالكم من عيالكم، انشروا ثقافه التعامل مع المواقف دي. ازاي انا قابلت كلب في الشارع بالطريقه دي اتفاداه؟ ازاي ابلغ مين؟ لازم يكون في جهه مسؤوله، حتى لو شركات خاصه. بنشوف الكلام ده بره في فيديوهات من 15 و20 سنه، شركه برفع التليفون عليها هم مسؤولين عن ده، وبينقلوا الحاله دي لشيلتر يعيش فيه برضه مكرم وغير مهان، لانه مش هو اللي مؤذي. يا جماعه اقسم بالله الكلب مش مذنب، ده حيوان غير عاقل. العاقل اللي قرر يشتريه ويقتنيه ويربيه ووصله للحاله دي، وصل الاطفال اللي اتاذت دي ان بقى عندها ذعر من الكلاب وعمل لهم حاله نفسيه. هو ده الشخص اللي اشترى وعمل، هو ده المؤذي مش الكلب. اتقوا الله في مخلوقات ربنا، اتعاملوا باللي دينكم بيقول لكم عليه. اتقوا الله. السلام عليكم.